وفعلا كان في لقاء بينهم في الصحراء. وصلوا لعنده ب4 عربيات وعملت غبار شديد جدا حواليه، ودخلوا جوه واحدة فيهم وكل عربية مشيت في اتجاه مختلف. ورغم ان ايد بيراقبوا لكن طبعا ما قدرش يعرف ايه العربية اللي دخل فيها. كان شايفه وهم بياخدوه بس مش قادر يحدد بالظبط هو فين. بمنتهى السهولة اعتذر لانه تأكد ان هم هيموتوه. فعلا فارس تحت ايد الارهابيين وقابل سليم نفسه واللي كان موجود جوه معاه واحد سوري عذبوه. كانت فرصتهم طبعا ضابط مخابرات امريكية تحت ايدهم، وطبعا كل اللي بيعملوه ده كان بيصوروه. في اللحظة قبل ما يقتلوه هجم عليهم القوات الامنية وانقذوه من بين ايديهم، وفي نفس الوقت قدروا يقبضوا على سليم حي. فارس في المستشفى عرف ان المخابرات الاردنية هي اللي انقذته، رفعت ايديها عنه امريكا، وعرف ان عايشة كمان ما اتخطفتش وانها تحت حمايتهم وهي وعيلتها في امان وهي في شغلها وما تعرفش اي حاجة عن اللي حصل. كده بيقابل فارس ايد وقال له انه هو هيرجع معاه تاني على المركز، وعرف انهم هيدوا له مكتب وهيترقى. فارس رفض يرجع تاني معاه وانه